والله يا شيخنا شفت سؤال داير على التيك توك حقيقة، فحبيت أطرح السؤال عليك أمام الأخوة لحتى الكل يفهم الإجابة. مهم. السؤال يقول يا شيخنا: كانوا اثنين من النصارى يتحدثون مع بعضهم، فواحد يقول إلى الآخر: في الإسلام هم يقولون بأن للقبر يوجد عذاب القبر، فإذا أحد مات يعني أكله الحوت أو أذيب في الأسيد كما فعلوا في سجون صيدنايا وإلى آخره، مهم. فالسؤال يقول هنا ليس يكون له قبر، فكيف يعني يعذب في القبر، أو كيف يعني يقولون المسلمين أنه في عصرة القبر أو إلى آخره؟ فأتمنى أنك تعطينا الإجابة يا شيخ. طيب، هؤلاء فهموا المقصود بعذاب القبر أنه حصرا الشخص يعذب داخل قبره، وطبعا ليس هذا هو المفهوم. إنما المقصود بمصطلح عذاب القبر، المقصود بذلك أن الإنسان بعد أن يموت يعذب، بغض النظر موجود في قبر أو موجود في بيت أو موجود في بحر أو موجود في يعني الهواء، أيا كان وين موجود. المقصود إذا خرجت الروح وفارقت الجسد يعذب. طيب، لماذا تم الاصطلاح على لفظة عذاب قبر؟ لأن غالب الناس حين يموتون يدفنون في القبور، فاللغة العربية يعتمد على الغالب والأعم ولا يعتمد على الحالات الشاذة. الغالب والأعم في البشر أنهم حين يموتون يدفنون في قبورهم. كون أن يوجد حالات شاذة، واحد بلعه حوت، واحد بقيت جثته في سجن، واحد كذا، لا ينفي أن الغالب والأعم أن الناس حين يموتون يدفنون في قبورهم. فلذلك الشريعة اصطلحت على المصطلح الغالب والأعم. الغالب والأعم يعني مثلا لما أقول لك هنا، يعني على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يعني أخبر في القرآن الكريم أن أهل الناس في يوم القيامة سمى ما يحدث للناس يوم القيامة بالبعث، من أسماء يوم القيامة البعث. طيب ليش سمي يوم القيامة بالبعث؟ لأن الناس يبعثون من قبورهم، صح ولا مش صح؟ بالضبط يا شيخ. تمام. طيب هل كل الناس دفنت في قبور؟ طبعا لا. طيب ليش الآية استخدمت البعث؟ لأن الغالب أن الناس يدفنون في القبور. وهذا أسلوب لغوي اسمه التغليب. اسمه إيش التغليب؟ يعني أنا لما أدخل إلى قاعة التدريس ويكون فيها مثلا 50 طالب ذكر و5 إناث، فأقول: قيام أيها الطلاب. شوف، أنا قلت أيها الطلاب، قلتش أيها الطلاب والطالبات، معنى في 5 طالبات وتقوم الطالبات، تفهم الكلمة فتقوم.